التيكي. ملاحظة، ملي تسالي المشاهدة ديال هاد لا فيديو ما تنساش تنجز التمارين الالكترونيه اللي غتلقى الرابط ديالها في الوصف ديال لا فيديو كيف ما كتشوف. ملي غتنقر على الرابط ديال هاد التمارين غادي تخرج لك هاد الصفحه، غادي تنزل حتى الاسفل وغادي تلقى هنا التمارين. هنا غادي تلقى السؤال وهنا غتلقى عده اجابات اختياريه، كيكون جواب واحد فيها هو اللي صحيح. فإلا كان الجواب ديالك صحيح غادي تلون بالاخضر، اما الا كان الجواب ديالك خطا غتلون بالاحمر، كي بحال هكا على سبيل المثال. وهنا كتطلع لك في هاد الخانه باللي الاجابه ديالك على هاد السؤال خطا. كتنزل السؤال الثاني وكتجاوب عليه كذلك، كتقراه مزيان وكتقرا الاجوبه الاختياريه وتخصك تختار الجواب الصحيح من بين هاد ثلاثه ديال الاجوبه. الا كان صحيح غادي تلون بالاخضر كيف ما كتشوف، وهنا غادي تكتب لك اجابتك على هذا السؤال صحيحه. وملي غادي تسالي الاجابه على كافه التمارين غادي تظهر لك هاد الخانه اللي فيها التصحيح واللي فيها اعاده المحاوله. هنا كتنقر على هاد الزر ديال التصحيح باش تعرف النقطه اللي جبتيها. كيف ما كتشوف معايا فالنقطه اللي جبناها هي 4/10، حيت كنا كنجاوبوا بطريقه عشوائيه، ولكن انت خاصك تكون فاهم وعارف على من كتجاوب. اذا نرجعوا للفيديو ديالنا. في الفيديو اللي فات شرحنا فيه اول نشاط من الدرس ديال التوالد عند النباتات، اللي كانت السميه ديالو هي الاعضاء التناسليه والامشاج عند النباتات. تعرفنا في هذاك الفيديو على مفهوم التوالد عند النباتات وعلى انواع النباتات اللي كتوالد بشكل جنسي، بالاضافه للاعضاء التناسليه ديالها وكذلك الامشاج ديالها. أما اليوم فغادي نتعرفوا على عملية الإخصاب عند النباتات الزهرية واللا زهرية. وبحسب المعطيات والمعلومات اللي اكتسبناها من الشروحات السابقة وبالخصوص من الشروحات ديال درس التوالد عند الحيوانات، فكنعرفوا ديجا باللي عملية التزاوج كتجي قبل من عملية الإخصاب اللي كنقولوا لها بالفرنسي لا فيكونداسيون. إذن شنو هي المرحلة اللي كتسبق الإخصاب بالنسبة للنباتات، وكيفاش وفين كتلتقي الامشاج ديال النباتات باش ترى هاد العمليه ديال الاخصاب. هادشي كله غادي نتعرفوا عليه في هاد الفيديو، ركزوا معنا مزيان. الا كانت عمليه التزاوج كتجي قبل من الاخصاب بالنسبه للحيوانات، فبالنسبه للنباتات كيكون عندهم عمليه كتسمى بعمليه الابر، هي اللي كتجي موراها عمليه الاخصاب. الابر اولا بالفرنسيه لا بولينيزاسيون هي انتقال حبوب اللقاح اللي تعرفنا عليها في الفيديو السابق من العضو التناسلي الذكري اللي هو المئبر الى العضو التناسلي الانثوي اللي هو الميسم. كيف ما كتشوفوا معايا في هذا الفيديو التوضيحي، فملي كتنتقل هاد حبة اللقاح من المئبر الى الميسم، هاد العملية هذه كتسمى بالابر. وباش نزيدو نوضحوا لكم هاد الفكرة مزيان، فيمكن لنا نوصفوا الأبر على أنه عملية تزاوج ما بين النباتات الزهرية. وهذا الانتقال ديال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم كيجي عبر طرق مختلفة كتسمى بعوامل الأبر. السؤال الأول، شنو هي عوامل الأبر؟ عوامل الأبر أولا لي زاجون دو بولينيزاسيون هي العوامل اللي كتساعد على انتقال حبوب اللقاح من المئبر إلى الميسم، وهي كتشمل كل من الرياح والحشرات والحيوانات والمياه والإنسان. ناخذ مثال ديال النحلة. كيف ما كتشوفوا معايا هاد النحلة شنو عندها في الرجلين ديالها؟ هاد الحبوب الصفراء اللي كتبان لاصقة في الزغب ديال النحلة راه هي حبوب اللقاح. فاش النحلة كتنتقل من هاد الزهرة اللي هزات منها حبوب اللقاح وكتمشي لزهرة أخرى، كينتقلوا هذوك حبوب اللقاح من هذيك الزهرة وكيقدروا يدخلوا للميسم ديال الزهرة الثانية، أولا كتقدر غير من خلال التحرك ديالها فوق زهرة وحدة يلصق فيها هذاك حبوب اللقاح ويعاود يطيح لها وسط الميسم ديال نفس الزهرة. وكذلك بالنسبة للإنسان والمياه. السؤال الثاني، شنو هي أنواع الأبر؟ كينقسم الابر لجوج ديال الانواع. كاين ابر مباشر وهو بولينيزاسيون ديريكت بالفرنسي. هاد الابر المباشر كيف ما كتشوفوا معايا في هاد لا فيديو هو ملي كتنتقل حبوب اللقاح من مئبر الى ميسم نفس الزهره. في
فكيف ما كتشوفوا معايا الانتقال ديال هاد حبة اللقاح من المئبر الى الميسم ديال نفس الزهرة كيتسمى أبر مباشر. اما النوع الثاني وهو الأبر الغير مباشر، بالفرنسية كنقولوا له بولينيزاسيون كروازي، هو انتقال حبوب اللقاح من مئبر الزهرة الى ميسم زهرة اخرى. بطبيعة الحال تيخصهم يكونوا من نفس النوع. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، فاش كتنتقل هاد حبة اللقاح من هاد الزهرة الى ميسم الزهرة الثانية وبطبيعة الحال هما من نفس النوع، هذا كيتسمى أبر غير مباشر. السؤال الثالث: كيفاش كيتم الإخصاب عند النباتات الزهرية؟ من بعد ما كيطرى الأبر اللي عاد تعرفنا عليه، كتنبت حبوب اللقاح اللي كتكون فوق من الميسم. ملي كتنبت كيخرج منها واحد الأنبوب طويل كيواصل النمو ديالو بالزيادة في الطول، يعني كيبقى يطوال حتى كيوصل للبويضة. كيتسمى هذا الأنبوب بأنبوب اللقاح تيب بولينيك. الدور ديالو هو نقل المشيج الذكري من الحبة ديال اللقاح الى الكيس الجنيني كيف ما كتشوفوا اللي كاين وسط من البويضة، باش تحد النواة ديال المشيج الذكري مع النواة ديال المشيج الانثوي، باش يعطيونا في الاخر واحد البيضة اللي كتطور مع المدة وكتولي جنين. هذا الجنين هذا كيبقى في سبات داخل البذرة، يعني ساكن ما كيتحركش في انتظار للظروف الملائمة ديال الإنبات اللي كتسمى بالفرنسية جيرميناسيون. السؤال الرابع: كيفاش كيتم الإخصاب عند النباتات اللازهرية؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نستعينوا بنبتة السرخس كمثال، وبطبيعة الحال حيتاش ديجا تعرفنا عليها في النشاط السابق. فأثناء فترة التوالد عند السرخسيات اللي كنقولوا لها بالفرنسية لي فوجير، ومن بعد النمو ديال المشيرة بشكل كافي والبلوغ ديالها لمرحلة النضج، كيفرز العضو التناسلي الذكري ديالها اللي كيتسمى بمئبرية كيف ما عرفنا سابقا، واحد الأمشاج ذكرية عندها صوت كنسميوها حنا بالحيوانات المنوية. هاد الصوت هذا كيمكنها من الحركة في الوسط اللي كيكون فيه الماء. ملي كتبدا كتحرك كتتجه مباشرة نحو المشيج الأنثوي كيف ما كتشوفوا في لا فيديو، وهذا المشيج الأنثوي تيكون باقي لاصق في الجهاز التناسلي الأنثوي. فكتحيط هذيك الحيوانات المنوية أو لا الأمشاج الذكرية بهذيك البويضة اللي كتعتبر مشيج أنثوي. من بعد كيتمكن واحد من هذيك الحيوانات المنوية باش يتحد مع هذيك البويضة وكتحول الى بيضة كتطور مع المدة وكتولي جنين، كيواصل النمو ديالو وكيولي في الاخر نبتة سرخس فتية كيف ما كتشوفوا معايا في هذه الصورة. وبهذا الشكل غنكونوا سالينا هذا الدرس. خصكم دابا تراجعوا المصطلحات والتعاريف ديالو غتلقاوها في الوصف، وكذلك الا بغيتوا التلخيص غادي تلقاو الرابط ديالو في الوصف او في اول تعليق. وما تنساوش كذلك تنجزوا التمارين الالكترونيه اللي غتعاونكم على التحضير ديال هذا الدرس وتكونوا واجدين للامتحان باش تجيبوا نقاط مزيانه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.